سيادة النائبة، إلا لو أتى في إطار تشريعي، إطار قانوني معين. هل من الممكن أن يحل الأزمات ونحن حتى مقبلون على مؤتمر وطني في نهاية هذا الشهر؟ يعني للأسف الشديد، أولا أعتذر عن التأخير، ولكن هو بسبب زحام شوارع القاهرة المختنقة بشكل كبير. ثانيا، مسألة المجالس في العراق، يعني للأسف الشديد ما أكثرها ولكن ما أقل فائدتها في نفس الخط الموازي. مسألة المجالس، يعني وجه الساسة العراقيون بمشاكل كبيرة لأنهم لا يحتكمون إلى مرجعية أساسية. المفترض أن المرجعية في العملية السياسية هي الدستور، وهو أبو التشريعات، ثم بعد ذلك ما يتمخض عنه من تشريعات. أما أن تأتي في رأس أحدهم فكرة ويقول مجلس وطني للسياسات، ثم يخرج، ثم عند التنفيذ نواجه مشكلة أنه ليس له امتداد أو مادة دستورية تحكمه أو كيان يمكن أن يستند إليه. نقول مجلس الحكماء، إلى ماذا سوف يستند هذا المجلس؟ هل هو إلى إطار تشريعي ودستوري، أم أنه إلى رغبة فقط من القائمة العراقية أو من يساندها ويدعمها في هذا الرأي؟ طيب. المشكلة يا سيدي ليست في المجالس وكثرتها، المشكلة وليس أيضا في أعضائها، ولكن المشكلة في توافر الإرادة السياسية لترجمة ما سوف تخرج به هذه المجالس من توصيات لصالح العملية الديمقراطية في العراق ولصالح الشعب العراقي. هذه هي القضية. القضية الأخرى مسألة أزمة الثقة المستحكمة بين كافة الأطراف في العملية السياسية. هناك سلسلة من الأخطاء ارتكبتها كافة الأطراف لا يمكن البناء عليها لأنها أصابت الثقة في مقتل بين كل الأطراف. جميل. هناك كان يمكن الاستناد إلى مبادرة السيد مسعود برزاني التي تم على أساسها تشكيل الحكومة وأن يتم تنفيذ كافة توصياتها بلا بلا استثناء وبلا مسألة مزاجية. ولكن للأسف الشديد تم تنفيذ الشق الخاص فقط بتشكيل الحكومة، حتى الحكومة لم يكتمل تشكيلها. وعندما جاء الدور على تنفيذ باقي التوصيات وباقي الأوراق التي طرحت في تلك المبادرة التي كان يمكن أن تكون أساسا جيدا لبناء ثقة جديدة بين أطراف العملية السياسية، لم يتم التنفيذ. وبالتالي كل طرف ينظر إلى الآخر بريبة. إنه إذا وافق على كذا فإنه سيقدم تنازلا دون أن يحصل على مكسب. هذا عن شق الحكومة. ماذا عن شق مجلس النواب؟ وأنا أريد يعني أن أسأل عن نقطة مجلس النواب. أنا عندما سألت سيادة النائبة عليا نصيف، يعني وهي نائبة معروفة ولها شهرة كبيرة، وهي يعني بمواقفها الحاسمة والقاطعة دائما، سألتها قلت لها مجلس النواب الآن لا يقدر على القيام بمهام مراقبة ومتابعة ومحاسبة السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة بسبب التوافقات والمحاصصة الحزبية بين الكتل النيابية. اعترضت على كلام. أنا عايز أعرف رأي حضرتك في مجلس النواب. هل بالفعل مجلس النواب قائم ومطلع بكل مهامه أم لا؟ وقالت لي السيدة عليا نصيف إنه يقوم وقام بعمل العديد من التشريعات. ماذا برأيك أستاذ يا أخي؟ ما أكثر التشريعات، ولكن حتى التشريعات الرئيسية للأسف الشديد ذات مدلولات طائفية وقومية وجهوية وفئوية. ما الذي يؤخر حتى الآن صدور قانون الأحزاب؟ ما الذي يؤخر حتى الآن صدور قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات؟ ما الذي يؤخر حتى الآن قانون الفيدرالية؟ ومئات وربما آلاف القوانين التي تخص متى حاسب مجلس النواب مثلا وزير الكهرباء، حيث تقبع العراق في ظلام منذ العام 2003. متى حاسب أصحاب الصفقات المشبوهة في السلاح وفي النفط وما غير ذلك؟ للأسف الشديد مجلس النواب هو انعكاس للحكومة، والحكومة انعكاس للقوى السياسية التي تعلي مصلحة التوافق السياسي بعيدا عن التوافق الذي يتماشى مع مصلحة الشارع العراقي والشعب العراقي الذي جاء بهؤلاء إلى البرلمان والذي تشكلت منه الحكومة. طب يعني في كلمة، يعني هو جزء من الأزمة وليس جزء من الحل؟ طبعا هو الآن جزء من الأزمة، يمكنه أن يكون جزءا من الحل إذا كانت له مرجعية وأسس ثابتة للعمل. خلينا ناخذ رد من سيادة النائب عليا نصيف. سيادة النائب عليا نصيف، استمعتي إلى ما قاله أستاذ محمود الشناوي ضيفي في استوديو التحليل. متى تم محاسبة أصحاب الصفقات المشبوهة؟ صدور قانون الأحزاب أين هو؟ صدور قانون النفط والغاز، الفيدرالية، مئات عشرات القوانين.
البرلمان ومجلس النواب كما يقول الآن أستاذ محمود الشناوي على عهدته، يقول هو انعكاس للحكومة والقوى السياسية، والقوى السياسية انعكاس أيضا لمجلس النواب، وأصبح الآن جزء من الأزمة، ومن الممكن أن يقوم بحل الأزمة إذا تم حل الأزمات بدون الجهوية والمحاصصة. كيف تردين على هذا الكلام سيدا صيف؟ سيدا صيف معنا أم لا؟ فقدنا الاتصال بسيادة النائبة علي نصيف، النائبة في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية البيضاء. أشكرها الشكر الجزيل على انضمامها لنا، لأنه لم يتسع لنا وقت في الملف العراقي في استوديو الحدث. نحن نتحدث كي تصل الحقيقة للمواطن العراقي البسيط، بعيدا عن شخصنة المسائل. نحن لا نشخصن المسائل، ولكن نريد أن نصل إلى الحقيقة. إذن أستاذ محمود الشناوي، أريد أن أذهب إلى نقطة هامة للغاية لمؤتمر وطني. الآن السيد رئيس الوزراء يقول يعني هناك يعني رئيس الوزراء نوري المالكي يقول إنه يعني خطواته ليست جادة، يعني هو لا يقدم على هذا الحوار بشكل كبير. أيضا القائمة العراقية ترفض أي حوار وطني، ولكن الأكراد يوافقون عليه. أيضا السيد عمار الحكيم يوافق عليه، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، وأيضا الكتلة الصدرية أو كتلة الأحرار أو حزب الأحرار المتمثل في الكتلة الصدرية يوافق على هذا الحوار الوطني. في ظل كل هذه التجاذبات، هذه الإشكاليات، هذه الأمور الصعبة للغاية، في ظل اختلاف الرؤى بين قوسين، هل هذا الحوار الوطني من الممكن أن يحل الأزمة السياسية في العراق؟ وما هي فرص نجاح عقد هذا المؤتمر سيد شناوي؟ بدون صدق نوايا وبدون توافر إرادة سياسية حقيقية لا يفلح آلاف المؤتمرات. طب يعني أنا عايز أفهم، يعني أنا أريد، خلونا نتكلم على الشعب. يعني أستاذ محمود الشناوي، الآن تتحدث سيادة النائب علي نصيف وتتحدث سيادتك وتقول صدق النوايا. طب هنجيب النوايا منين؟ يعني من أين فتش عن النوايا؟ إذن هل النوايا جادة أم لا؟ هل النوايا داخل القادة السياسيين في العراق على حل هذه الأزمة جادة أم لا أستاذ شناوي؟ لا، في هذا الوقت بالتأكيد النوايا غير صادقة كما قلت. وإذا كنا لا نريد التفتيش في النوايا ولا نريدها حكما فيما يحدث، لتكن هناك مرجعية أساسية. يا أخي، الدستور والقوانين والتشريعات المعمول بها لتكن هذه هي المرجعية، القوانين. ولكن أيضا يعني إذا ذهبنا إلى كل الكتل السياسية، الأكراد يتحدثون بالقوانين، دولة القانون يتحدثون بالقوانين، العراقية تتحدث بالقوانين، التحالف الوطني بأكمله يتحدث بالقوانين، الكل في العراق الآن من الكتل السياسية يتحدث بالقوانين، وليس هناك حل لهذه الأزمة لكثرة القوانين، تشابك هذه القوانين. الدستور أيضا به إشكاليات عديدة للغاية أستاذ محمود الشناوي. يعني هو للأسف الشديد العراق في الجديد دولة ما زالت ناشئة. بالتأكيد جرت هناك أخطاء في وضع الدستور، وهناك حتى هناك مادة في الدستور تقول أنه يعني متاح للتعديل ويجب أن يتم تعديله بعد كذا وكذا، لا أذكر نص المادة تحديدا، فهذا أمر مباح. ولكن القضية الأساسية يا سيدي هي مسألة الثقة. يجب أن تكون هناك خطوات لبناء ثقة بين كافة الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية بالعراق. لا يمكن أبدا أن نلتقي ونتعانق وفي يد كل منا سكينا يخفيه خلف ظهره، أو حتى شعور بأن الذي أمامه يخفي سكينا خلف ظهره. هذا هو الحل والمخرج الوحيد. جميل. هل من الممكن أن يكون الحل في حكومة أغلبية، أو يكون الحل في إجراء انتخابات تكون هي الدواء الذي يشفي العلة التي تمر بها الأزمة السياسية العراقية الآن أستاذ شناوي؟ يعني مسألة، أنا قلت في حلقات سابقة، مسألة انتخابات أمر مكلف جدا سياسيا وماديا ومعنويا وحتى اقتصاديا. ولكن المشكلة مسألة حكومة أغلبية أيضا هي سوف تطيح بكل ما تم التوافق عليه بشأن يعني كتل بعينها سوف يتم إخصاؤها، وهذه الكتل لا تمثل نفسها وإنما تمثل شرائح كبيرة من الشعب العراقي.
إذا ليجلس القادة ويكون هناك برنامج عمل محدد وواضح وصريح، وتكون هناك رعاية سواء دولية أو إقليمية أو أي دول يهمها الصالح العراقي، ثم بعد ذلك تخرج تلك التوصيات وتنفذ، ويكون هناك جهة للمراقبة سواء داخلية أو خارجية إذا كان القادة العراقيون لا يستطيعون أن يحلوا مشكلتهم بنفسهم. جميل. مع أن بعض الكتل السياسية حتى ترفض أي تدخل دولي أو إقليمي كشاكلة القائمة العراقية البيضاء كما تقول الآن أستاذ علي نصيف وهي النائبة عن القائمة العراقية البيضاء، عندما قالت الكل يعمل لحساب أجندة معينة. شكرا لك أستاذ محمود الشناوي.